السلام عليكم. النهارده ان شاء الله هنعمل توميه وهنعمل الشاورما، شاورمه الفراخ. طعمها تحفه جدا، ان شاء الله تجربيها وتعجبك. شايفين بقى السندوتش عامل ازاي، وكمان احنا اللي عاملين الفينو هنا في البيت. شايفين بقى المنظر. ما تنسوش اللي اول مره يشوفني انا نوره تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وترفعوا الفيديو بلايك. اول حاجه هنعملها ان احنا هنجيب صدر فرخه ونقطعه شرايح كده. طبعا ممكن تستبدليها بوراك، ممكن اي كميه انت عايزاها، بس دول حوالي نص كيلو مقطعهم شرايح رفيعه. وجبت التوابل اللي جاهزه اللي هي بتاعه الشاورما. ممكن تعمليها انت في البيت بملح وفلفل اسمر وتوم باودر بصل باودر، شويه بابريكا صغيرين. وبعدين نزلت بكوبايه من الزبادي ومعلقه من الزيت، بس كده. هقلبهم بقى كويس جدا واسيبهم في التتبيله دي مش اقل من ساعه. طبعا كل ما زودتي ان انت تسيبيها في التتبيله كل ما طعمها كان احسن. هنبدا بقى نجيب طاسه سخنه جدا فيها ماده دهنيه، وهنزل بالشاورما حبه حبه. انا بنزل حبه حبه بالشاورما ليه؟ علشان خاطر لو نزلت بالكميه كلها هتنزل ميتها. شايفين قد ايه الزيت سخن؟ هنبدا بقى نديها كده تشويحه بسيطه، وبعدين ننزل بالبصل والفلفل الرومي، فلفل الوان، شطه. كميه طبعا انتي براحتك خالص. هنبدا بقى نديهم برضو تشويحه معاها. وننزل طبعا بشويه ملح وفلفل عشان الخضار. احنا طبعا ما حطيناش في الفراخ ملح علشان خاطر التوابل اللي احنا حاطينها كانت فيها ملح. هنحط بقى طماطمايه لغايه ما تتشوح كده مع الفراخ، وبعدين نعمل التوميه. عباره عن بطاطسيتين متوسطين، هحطهم في حله عليها شويه ميه صغيرين لغايه ما تستوي. هنبدا بقى ننزلهم في الخلاط. طبعا انا كنت حاطه عليها شويه قشطه صغيرين، حوالي معلقه، طبعا ده اختياري. وهحط معلقه من الثوم المفروم، وهنحط قطعتين من الجبنه النستو، طبعا برضو ده اختياري. هنحط بقى شويه لبن ما يغطوش البطاطس، يا دوبك كده حوالي نص كوبايه. وبعدين هنحط شويه خل وشويه ملح صغيرين. هنبدا بقى نضربهم كويس جدا. مش عايزه البطاطس تبقى باينه خالص، عايزاها تبقى كريميه كده ومش باينه. شايفين بقى اتضربت كويس. هننزل بحوالي نص كوبايه من الزيت. ننزل بيهم شويه شويه كده لغايه ما يتقل القوام معايا، يبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بس انا هركنها بقى شويه. وبعدين هطلعها بقى اعمل بيها الساندوتش. الفينو ده زي ما قلت لكم انا عاملاه هنا في البيت. طبعا ممكن نقدم معاه شويه رز شويه مكرونه، طبعا ده براحتك. شايفين بقى قوام التوميه كده بعد ما تقل شويه، ويبقى الساندوتش طعمه حلو جدا. جربوه ان شاء الله ومش هتندموا ابدا ان انتوا عملتوه. شايفين بقى شكله رهيب ازاي من جوه. ودي كانت نهايه الوصفه، يا رب تكون عجبتكم. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بحبكم في الله. سلام.